زوجة بتحكي وبتقول إنها كانت زوجة طيبة جدا وكريمة جدا، بتعامل جوزها أحسن معاملة ودايما بتحاول تسعده وترضيه، بس هو كان راجل عصبي وصعب إرضائه خالص. دايما كلامه كان قاسي وبيجرحها، وكل مرة تعمل له أكل من قلبها بحب وبرضا يقوم يزعق لها ويقول الأكل ده وحش، ناقص ملح وناقص توابل. هي كانت تحاول تقول له إن الأكل كويس، لكن هو مستمر يتهمها إنها مش عارفة تطبخ زي باقي الستات. والسنين عدت وهو فضل على نفس الحال، لحد ما هددها إنه هيتجوز عليها لو ما غيرتش طبيخها. جاب فستان الفرح وعلقه في الأوضة كأنه فعلا ناوي يتجوز، بس اللي حصل قلب الموازين. يوم ما دخل الأوضة علشان يشيل الفستان، لقى جواه ورقة، فتحها وقراها، وكانت الصدمة. الورقة مكتوب فيها: يا جماعة، يا أخت العروسة، عايز أقول لك حاجة، جوزي مريض والدكاترة مانعينه ياكل ملح أو توابل خالص، وأنا من يومها وأنا بطبخ كل الأكل كده علشان ما يتعبش، وما كنتش عايز أخوفه أو أقلقه بالمرض، وكنت بستحمل كلماته القاسية علشان يحس إنه طبيعي زي باقي الناس. علشان كده بالله عليكي ما تزوديش الملح ولا التوابل في الاكل. هنا الراجل يا جماعه انهار، اتصدم انه طول السنين دي كان بيظلم مراته، وهي في الحقيقه بتحافظ على صحته وتضحي بنفسها علشانه. يا جماعه، العبره في الحكايه دي وفي القصه دي، ساعات كتير بنفتكر ان اللي قدامنا بيضايقنا او بيقصد يجرحنا، لكن الحقيقه ان ممكن يكون بيضحي عشاننا واحنا مش واخدين بالنا. فاوعى تظلم حد قبل ما تفهم قصته،